السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل المشاهدين ومتابعين قناة الكرة مع صبري. طبعا أنا طالع النهاردة وأنا بصراحة يعني دم محروق من مباراة الزمالك والاتحاد والأداء الهزيل اللي اتفرجنا عليه. اللعيبة ما عندهاش روح، ما عندهاش دم، ما فيش أي غيرة على الفريق. متعادل في ماتش الداخلية، مهزوم من أسوان، متعادل مع ام بي، متعادل مع الاتحاد النهارده. يعني بصراحه انا يعني احنا كنا في بدايه الدوري عمالين نقول طبعا الاهلي فريق فاضي. لا، ده اصبح الزمالك يعني مع التدعيمات والصفقات الجديده اللي كلها في شنك اللي جت. لسه لحد دلوقتي ما فيش اي حد ثابت وجود بصراحه يعني. عك من المدير الفني تأليف. لعب يعني في ماتش مضغوط فيه او متقفل عليا، بلعب اللعيبه في مراكز غير مراكزها. يعني اللاعب اللي ينزل في مركزه وممكن يأدي وممكن يصنع الفارق، لا بيلعبه في مكان تاني. مطلع محمد عبد الشافي ومنزل سيد نيمار اللي هو اصلا بيلعب ناحيه اليمين، والناحيه اللي بيجيد فيها بيلعبه ناحيه الشمال. مطلع مصطفى شلبي اللي هو ممكن كان يتحرك شويه. الجزيري اللي هو المهاجم اللي محتاج العرضيات، بيلعبوا الشوط الاولاني، الشوط اللي هو مضغوط فيه واللي ما فيهوش عرضيات. ولما ينزل شيكابالا عشان يبدا ان هو يعمل عرضيات، بيطلع سيف الجزيري ما تعرفش بيفكر ازاي. الموسم اللي فات كان الزمالك بيلعب باتنين في نص الملعب، رؤى وامام عاشور، وكان الزمالك مأدي، وكان يعني الفريق ظهر بمستوى يعني متميز. السنه دي بعد التدعيمات في نص الملعب عندنا دونجا، وعندنا عاشور، اسمه السيسي وامام عاشور. بتنزل الثلاثه مع بعض، مع ان والسيسي الاثنين يعتبروا فرده واحده، الاثنين نفس الوظيفه. طب ليه؟ ما انت ممكن تستفاد بان انت تلعب مثلا دونجا مع امام عاشور، بحيث ان واحد بيدافع وواحد بيزيد لقدام. ليه بتلعب اتنين اكنهم واحد؟ يعني انت بتخسر معاك عنصر تاني. فطبعا مش يعني مش عارفين العك والتأليف ده هينتهي امتى. واضح ان فيريرا يعني كنا بنشيد بيه الموسم اللي فات، الموسم ده حتى الآن 13 جولة او 12 جولة، المستوى مش اللي هو خالص خالص. اداء هزيل، اداء باهت. اللعيبه مش واقفه على رجليها، زي ما يكون مفيش تمرين. يعني اللعيبه نازله، انت لسه دلوقتي يعني مش هنطلع يعني ندافع ونجيب مبررات ونقول انت بتلعب في بطولات تانية. لسه هي بطوله الدوري بس، انت ما لعبتش في الكاس البطوله واحده بس، ماتش واحد. فمش واقفين على رجليكم ومفيش لياقه. يعني التحرك من الدفاع للهجوم ببطء شديد. مش دي لعيبه الانديه الكبيره اللي تعمل الكلام ده. مش لاقيين تفسيرات والله لحد يعني حتى الان اللي بيحصل. ورقه رابحه زي فتوح يعتبر مفتاح من مفاتيح اللعب اللي الزمالك بيعتمد عليها في الفتره الاخيره، مع المشكله اللي حصلت معاه من رئيس النادي الفتره اللي فاتت. وبعد ما خلاص النفوس اتصافت وكده، هو كان غايب عن الماتش ده. طب ليه؟ يعني انا ليه ادخل بتصريحات اهد بيها الفريق او اعمل مشاكل في الفريق؟ يعني رئيس النادي انت بتعتبر مثلا زي ما انت بتقول، بتطلع انت بتتكلم بلسان مشجع من المشجعين. ليه بقى اطلع اتهم وحشيش ومعرفش ايه، وفي لعيبه هتشرب حشيش؟ الكلام ده فطبعا حصل مشاكل، واحنا يعتبر خسرنا ورقه رابحه من الاوراق اللي الزمالك بيعتمد عليها في ماتش زي ماتش النهارده. ممكن فتوح من اي لمسه عرضيه، اختراق من العمق، ممكن يخلص بالماتش زي ما حصل في الماتشات اللي فاتت. طب ليه؟ يعني الاهلي اللي هو يعني مش بالمستوى اللي هو بيكسب. يعني حتى لو هو اداؤه وحش في الماتش بس بيعرف يكسب. انما الزمالك حتى الان 3 مباريات ورا بعض
هزيمة من أسوان وتعادل مع الداخلية في الدقيقة 95 آخر دقيقة، والنهارده تعادل مع الاتحاد، وكان الاتحاد على وشك إن هو يكسب الزمالك في آخر الوقت. كانوا واقفين على رجليهم وبيلعبوا وبيلاقوا بعض، وخط وسط الزمالك مفتوح اللي بيلعب فيه ثلاثة مفتوح. ازاي؟ انا مش عارف، في حاجة غلط. بالنسبة للإيقاف بتاع كهربا، إن هو الفيفا الاتحاد المصري خطب الفيفا، والفيفا بعتت الاتحاد المصري إن هو يحق ليه المشاركة من يوم 11 وكده، والمواقع كلها منزلة إن هو ممكن يشارك في مباراة المصري بكرة. طبعا الأهلي متخوف من حتة إن هو يشاركوا، علشان لو فيها أي خطأ من الأخطاء يعني في اللوائح وكده، ممكن الأهلي يتعاقب بإن هو يخسر نتيجة المباراة. فطبعا هنشوف هو عامة لعب او ما لعبش، ده مش هيخص الزمالك. الزمالك يعني مستني فلوسه، مش محتاج من كهربا ان هو اللي عايز الفلوس بس، مش عايز ان هو ما يلعب. وايه المشكلة؟ ما هو كان بيلعب السنة اللي فاتت. يعني هو الزمالك عامل القصة دي مع كهربا عشان هو ما يلعبش؟ لا، بالعكس. بس احنا بنتكلم في ان الفلوس بتزيد على كهربا، كل ما الدولار بيرفع بيرفع الفلوس بتزيد، والزمالك هو المستفاد مش كهربا. يعني الاهلي هو الخسران، هو وكهربا، لان الاهلي هيشيل معاه في الفلوس دي. فطبعا هنشوف الفترة اللي جاية ان هو هيشارك ولا مش هيشارك، او الكلام اللي طالع طبعا من بعض القنوات وبعض الزملاء ممكن يكون الكلام مش دقيق، مش صحيح. او بمعنى صح ان ممكن الايقاف هيترفع من يوم 11 يناير، بس مستني طبعا الفيفا مستني مذكرة من الزمالك اتاكد فيها ان اللاعب ما دفعش الفلوس، وبناء عليها يتم ايقافه تاني. والمره اللي جايه مش هيكون 6 شهور زي المره اللي فاتت، ممكن يكون 8 شهور او ما ممكن توصل لسنه ونص. فانت كلاعب انت بتدمر، انت مبسوط ان انت هتلعب؟ ما انت لسه ما دفعتش الغرامه، وكده كده هتدفعها. فنتمنى يعني الامور توضح الفتره اللي جايه، وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. ونتمنى التوفيق لنادي الزمالك الفتره اللي جايه. ودمتم في امان الله. ما تنسوناش بالاشتراك والدعم والتعليق علشان يصلك كل جديد من قناتنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.